لمقيمين مجلس التعاون الخليجي وخصوصا دولة الإمارات، كلنا عارفين إن ألبانيا لمقيمين مجلس التعاون الخليجي بدون فيزا. بس معظمنا بيحاول يسافر ألبانيا وبيحجز التذكرة وبيدفع دم قلبه وبيرجع. تابع معايا الفيديو ده وهات ورقة وقلم عشان هديك فيه الخلاصة. أولا كده ألبانيا عشان تروحها مفيش دولة بتكون مسافر لها بغرض السياحة وانت مش عارف أي حاجة عنها ولا تعرف معالمها ولا تعرف إجراءاتها ولا تدخلها إيه. هتروح وهترجع. اول حاجه لو اتنين قابل، واحد ومراته، واحد وزوجته، واحد وخطيبته مسافرين، هيسألوا سؤالين وهيعدوا. طب مين اللي ما بيعديش؟ الشباب، وخصوصا الشباب اللي في الشرق الاوسط. طب اعمل ايه واتفادى ده ازاي واتعامل ازاي مع السلطات الحدوديه سواء في مطار تيرانا او في دبي او في ابو ظبي؟ مبدئيا كده خليني اقول لك ان في ناس كتير قوي ما تعرفش ان اصلا مطار تيرانا ده مطار البانيا وهم عايزين يروحوا البانيا. اول حاجه هتعملها لازم تحجز تذكره ذهاب وعوده، والعوده تكون مؤكده. تاني حاجة حجز فندقي مدفوع الأجر، ويكون على تليفونك الحجز من الفندق وانت دافع الأربع خمس الليالي اللي هتقضيهم في ألبانيا. تالت حاجة ودي مهمة جدا، لازم يكون معاك عن كل يوم هتقضيه في ألبانيا 150 يورو. هتقعد 5 أيام، كل يوم أقل حاجة 150 يورو هتطلعها في المطار. عايز تصرفهم اصرفهم، مش عايز تصرفهم براحتك، بس دول لازم يبقوا معاك. زي كده وانت مسافر دبي أو مسافر الإمارات عامة لازم يكون معاك ال1000 دولار. ممكن تسأل وممكن ما تسألش، انما في ألبانيا هتسأل عشان تعدي. جوازك وتذكرتك وجوازك والإقامة آسف، أقل حاجة يكون فيهم 6 شهور. دي حاجة مفروغ منها لازم تكون معاك. الناس اللي ما بتتكلمش إنجليزي اسمع اللي هقولك عليه. هتكتب ورقة صغيرة: عذرا أنا لا أتحدث اللغة الإنجليزية وجئت ألبانيا بغرض السياحة لقضاء أجازتي. وهيكون معاك فايل وملف صغير هتكمل، وهذا الملف فيه جميع الأوراق التي تثبت صحة كلامي. هيكون في تذكرة ذهاب وعودة مؤكدين، في الفلوس بتاعتك هتطلعها، في الحجز الفندقي مصور منه صورة وحاططها في الفايل ده وهتديه لسلطات المطار. طب الأفضل إنك أنت تعمل إيه؟ كل اللي أنا قلته لك ده تحفظه وتحفظ عليه كم مكان في ألبانيا، معالم سياحية أنت هتزورها، تحفظهم بالانجليزي من على المترجم او من على اليوتيوب، وتحفظهم صم. مش هياخد منك ساعة زمن واقل من كده بكتير، وتقولهم وانت موجود في المطار. خلي عندك ثقة في نفسك، ما تلقلقش، ما تتهتهش، عشان هتلاقي نفسك في طابور حلو كده عند ختم الجوازات. اول ما تتهته هيقوم مطلعك على جنب ويربكك اخطر ويبتدي يسألك وهيقول لك اتفضل، مش هينفع تعدي لدواعي امنية. اعرف اجراءاتك صح، ما تخافش، انت رايح بغرض السياحة تتفسح 5 4 6 أيام بدماغك وحسب الحجز اللي انت عامله. اهم حاجة تحفظ الكلام اللي انا بقوله لك. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنتكلم على الشنجن، هنتكلم على دول لمقيمين مجلس التعاون الخليجي بدون فيزا وازاي تعدي وتعمل ايه. لو عملت اللي انا قلت لك عليه ده في الفيديو ده لألبانيا، اقسم لك بالله ان شاء الله هتعدي وهتدعي لي.